السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم بصحة وسلامة. رجعنا لكم بعد فترة طويلة فيديو جديد. اليوم نسوي عمل المربى، مربى البرتقال وقشر البرتقال. أول ما ناخذ كمية من البرتقال اللي انتو ترغبون انه تعملوها. يعني مثلا خلينا نقول كيلو، أنا أخذت أكثر من كيلو، بس يعني على العموم كيلو برتقال هاي قشرة، وهذا القشر مالته نبدي نشيفه للبرتقال. وبعد ما نشيف البرتقال فناخذ الكل كيلو برتقال كيلو وربع سكر. فقلنا هذا القشر مالت البرتقال نقعه بمي، يعني نخليه بالمي ليلة كاملة، يعني نهار وليلة كاملة. الثاني يوم نغير مية، يعني لغاية 3 أيام نبدي نغير مية 3 أيام حتى تروح المرارة مالته. وبعدين أشوفكم الطريقة شلون نسوي المربى. نجيب هاي البرتقال، اللب مال البرتقال، ونخلي عليه السكر وهيل طبعا، ونخلي وياه ربع على الكيلو ربع ملعقة شاي نيمندوزي أو حامض الليمون أو عصرة ليمون إذا موجودة عندكم. وبعدها نخليه على النار بدون مي، هو يذب مية. هذا هنا جبنا حليب مال جاموس وفورناه وبيتناه ثاني يوم الصبح، وطلع هذه القشطة مالته، شوفوها شلونها تخبل. فأكيد يعني ويا مربى البرتقال قيمر عرب. شوفوها شلونها طازج. وهذه مربتنا من بعد ما فارت ونشف ميها وخليناها بالثلاجة وبردت، وألف عافية ويا القيمر العرب كلش طيبة. أشكركم حبايبي، لايكاتكم تعليقاتكم الحلوة، وانتظرونا في فيديو جديد. مع السلامة.